شيف مصطفى، اهلا ازيك؟ الحمد لله تمام. شيف مصطفى رفاعي. يعني هبقى مش عارف اديله حقه ازاي. راجل بصراحه من الناس اللي فعلا اثرت في شكل المطاعم بتوبريت ازاي في مصر. يمكن بدا في 2010 2012 حاجه اراوند السنتين دول، يعني لو انا فاكر صح وهو يصححنا. من فرع الفرعين اللي ما شاء الله دلوقتي براند موجود في كل حته في مصر وفي امريكا وفي السعوديه. هيز ا ماركت ليدر از ا شيف اند از ا براند، و I am extremely honored ان هو يبقى معايا النهارده. ازيك يا شيخنا؟ الله يخليك. عامل ايه؟ الحمد لله جوارك كله تمام؟ الحمد لله. احكي لنا عن شيف مصطفى للناس ما تعرفوش، الشيف مصطفى اللي ورا البراند. اللي ورا البراند مش عارف. بحب اشرب شاي بان لا. بس مش عارف أقول إيه. لا يعني انا بالنسبه لي الشغل ده مش يعني انا عندي ADHD سيفير، يمكن الناس كتير ما تعرفش الموضوع ده، وعندي مشكله في التركيز. وطول عمري افريج في المدارس، فانا لما دخلت المجال ده انا حسيت ان انا اكتشفت شخصيه جديده واكتشفت انسان جديد. فده يمكن ده السبب ان انا اشتغلت كويس جدا، لان انا اخيرا لقيت حاجه فمسكت فيها بايديا واسناني. فده سبب حبي في المجال ده. انا بقالي دي السنه دي هيبقى 28 سنه في مجال الشيفs ما شاء الله. من اول ما كنت لاين كوك بقى لحد ما بقيت اكزيكتيف شيف يعني. اوكي. دي الرحله بتاعتي يعني. في كلمه بنحب نستخدمها كتير وهي الديسربشن، فكره ان انت تخش في صناعه تشقلبها. فتعالوا نفكر كده من مثلا 15 سنه فاتوا، لو جينا قلنا احنا يا جماعه هنعمل براند فول وطعميه شيك، بالتالي اي حد كان هيستغرب. احكي لنا عن الخطوه واحكي لنا عن الفكره اصلا جت ازاي. اتس ان اوبورتيونيتي، هي فرصه. هو احنا شفنا الفرصه في حاجتين. الحاجه الاولى ان في ناس، في فئه، اللي مش عايز اقول اليت، انا ما بحبش التصنيفات للناس دي، بس في فئه كده من الناس بطلت تاكل على عربيه الفول وبطلت تاكل كشري في المحلات من كتر المشاكل اللي بيسمعها وقله النظافه. علب التيك اواي بتاعتنا اللي كان فجاه تلاقي ريبورتاج طالع بيقول لك ان هي بتتعمل بالحقن من مخلفات المستشفيات، فكان في عدم ثقه في الاندستري ده في مصر. فدي كانت اوبورتيونيتي. احنا شفنا ان احنا لو جبنا باكجنج كويس وصرفنا على براند حلو فممكن نعمل. هل الصوره كانت واضحه من الاول ان احنا هننجح ولا لا؟ احنا شايفين اوبورتيونيتي، بس كان طبعا التشالنجز كبيره جدا. ان احنا كنا بنبيع ساندوتش طعميه ب 5 جنيه وكان هو بنص جنيه في ساعتها يعني في 2012. فاول ناس اعترضت اولا مراتي، والدي الله يرحمه، حماي، كل الناس اللي حوالينا اصلا كانت معترضه. يعني ايه اللي يخلي الزبون يطلع من نص جنيه ياخد من عندك ب 5 جنيه في المحل قدامك يعني؟ فقلنا مش هنخسر حاجه يعني. بينا وباك كنا نخسر كل حاجه يعني. انا وكريس كنا ما عندناش اي حاجه. هو احنا كنا بنقعد في العربيه تحت الكوبري، هو ده المكتب الوحيد بتاعنا قدام في الزمالك يعني، ما كانش عندنا مكتب اصلا. وحرقنا المراكب زي ما بيقولوا كده ودخلنا الحته دي. وبعد احنا بقى لنا 12 سنه اهو الحمد لله. دي سنه 13 لينا. في 6000 كونسبت فتح بيفتح نفس النهج. كبده وسجق على نضيف، فتح فول وطعميه على نضيف، كشري على نضيف. الموضوع لا مش عايز كلمه على نضيف يعني، فتح بطريقه مودرن شويه وليه ايدج مختلف وكلهم ناجحين ما شاء الله. فانا دي حاجه تبسطني ان احنا كنا خدنا ريسك وكنا ماركت ليدر في حته وكنا بايونيرز فيها والحمد لله ان هي نجحت يعني. بحب دايما اتكلم عن البدايات. فلو احنا بقى رجعنا بالزمن كده وانتوا قاعدين تحت الكوبري في المكتب في العربيه وبتتكلموا وبتفكروا، ايه التشالنجز اللي ممكن الناس تبقى متخيله ان زوبا ما قابلهاش، فهو لا ده براند كبير وعظيم والناس كلها بتجري وراه، فالناس دي بتبقى مش فاكره اول ما بدانا كان بيحصل ايه. فممكن نتكلم اكتر عن اول مشكله عندي هي كانت مجموعه مشاكل ورا بعض. اولا احنا فتحنا بنفتح والديسبلاي اللي هو الفاكهه بتاع الكشري اللي اليمين وانت داخل المحل قدام الثلاجه ده، فجاه لقينا ميه نازله من السقف. اوكي. الميه دي مفيش حنفيات فوق اصلا. اكتشفنا ان ميه التكييف، الراجل الصناعي في الاخر ما ربطش الصرف بتاع التكييف، ميه التكييف كلها نازله علينا واحنا شغالين. كسرنا سقف المطبخ طبعا في النص. الموضوع احنا مستعجلين بقى، صناعيه شغالين كسروا سقف المطبخ اللي فوقينا، مش عارفين نوصل لحل. في الاخر حلناها، قعدنا يومين على ما حلينا المشكله دي. ده حاجه. اكبر مشكله قابلتني في الاول اسبوعين لنا في زوبا كانت الستيورد، الديش واشر اللي بيغسل مواعين. طبعا فوليوم شغل كتير جدا جدا على مطعم صغير. كل ما تجيب واحد بشنب ما شاء الله، شنب واقف عليه صقر، عارف انت راجل يقول له يا باشا ده يا باشا مالكش دعوه، احنا نشيل فلادين. يدخل بعد نص ساعه يقول لي اشرب سيجاره وجاي لك. مفيش. نط السور يروح باليونيفورم اصلا، يسيب هدومه بمحفظته يعمل بدل فائد. مفيش حد بيقعد. قعدنا اسبوعين لحد ما لقيت ولد صغير من كفر الجبل، محمود، قال يا باشا انا عايز اشتغل. دخل اشتغل. قعد ما كانش عندي غير ستور واحد واثنين خبازين بس، فكانوا بيبدلوا بعض. يعني انا كنت بطلع كتير اقف على الحوض عشان ما فيش عندي حد يغسل مواعين، كنت اطلع اقف على الحوض مكانه.
لحد ما الحمد لله يعني بقى عندنا 9 فروع في مصر، عندنا في نيويورك، عندنا في السعوديه والكويت والبحرين، الحمد لله يعني الموضوع وسع يعني. ما عادش ريستيورد بقى خلاص، ما بقاش مشكله. حلت الحمد لله. متهيألي بما ان انت حضرت الموضوع من 2012 لحد دلوقتي او ومن قبل كده كمان، فالدنيا اتغيرت كذا مره في الفتره دي، والتكنولوجيا اتغيرت والحاجات اللي حواليك اتغيرت. يمكن انت النهارده اي حاجه ممكن تعملها بزرار، صح. من اول بقى تحويلات لحسابات اي حاجه بتحاول تعملها في مطعمك سهله جدا. صح. هل انت حسيت في التطور ده ان التكنولوجيا ساعدتك ولا كانت حمل زياده عليك في المطعم؟ لا العكس، التكنولوجيا لا تقل في اهميتها عن المنتج نفسه. اولا عشان في الاخر انت يهمك الفلوس، يهمك ان فلوسك رايحه فين وجايه منين. فلو انت ما عندكش حاجه تتراك الفلوس اللي بتروح فين وتيجي منين، يبقى زي قلته اصلا. لا السيستمز اتطورت جامد جدا في مصر، الاونرز نفسهم اتطوروا وبقوا فاهمين الاهتمام. انا كنت اللي لاحظته اول ما رجعت من امريكا وعشت بدات اعيش في مصر وادخل في المجال ده، ان معظم المطاعم اصحاب المطاعم مش من المجال ده اصلا. هم عندهم بزنس ثاني، يا دكتور يا رجل اعمال يا مهندس، فبالنسبه له بيفتح حاجه كده ايه على جنب يصرف هو واصحابه بالبلدي كده يعني. وياكل فيها لقمه حلوه ويعمل اللي هو على مزاجه. وحتى كنت تلاقي المنيو تحس ان هي روم سيرفيس شويه يعني. هو الاونر قاعد وحط اللي بيحبه كله، بيتزا على ستيك على باتر تشيكن على، فتلاقي الدنيا كانت سايحه على بعضها شويه. دلوقتي الاونرز نفسهم بقوا فوديز وعندهم فيجن. وببقى انبهر بقعد مع ناس اكشلي عمرهم ما دخلوا كولينري سكول وبسمع منهم حاجات، ومنهم يعني منهم ناس كتير في اصحابنا في الدايره بتاعتنا، ويعني بيبهروني يعني. ومين يعني اتعمل برجر ما شاء الله يعني سافل يعني. يعني اتس ريلي ريلي جود يعني ما شاء الله يعني. شاف مصطفى دي حاجه يكريت انا بنش مارك في السوق يعني ما شاء الله عليك يعني. ثانك يو سو ماتش. نفسك تشوف ايه في ال5 سنين الجايه؟ يعني نفسك تشوف الصناعه رايحه فين بقى؟ نفسي اشوف اكتر مطاعم مصري ديبندز على اللوكال برودكتس. نفسي اشوف ناس عندها فخر تاني زي خوفو، زي ريستورانتس كتير، زي انا بشوف ايتري مثلا، بلاقي عمر فتحي في البريكفاست اوفرنج عنده بدا يسويتش الاكل المصري وابدع فيه وعمل حاجه كويسه. انا مش بشوف دي منافسه قد ما بشوفها ان هي اكشلي بتبروف ان احنا عندنا حاجه حلوه ممكن نقدمها ونطورها. محلات الفطير بقى بتفتح يعني، لو بس يعني عشوائيه التقليد تقل شويه يعني. مزارع دينا نجح في الفطير، كله عايز يفتح نفس الكونسيبت مزارع دينا. مش لازم نقلد بعض يعني، ممكن نعمل بابتكار مختلف شويه، بطريقه مختلفه شويه. بلاش الفطير رول، بلاش الحاجات اللي بحس ان احنا خلاص بقى نعملها. بس في ديفنتلي في ثوره في الاندستري ده في مصر. مصطفى انا مبسوط جدا ان احنا اتكلمنا. حضرتك عارف يعني انا بحبك وبنبهر بيك دايما. ثانك يو، وخليكم دايما من الناس اللي فعلا بتسيت ستاندردز في الماركت، ودايما يا رب من نجاح لنجاح. ربنا يخليك. نورتنا يا شيخ، نورتنا. ثانك يو.